باللي النشيد الوطني الجزائري قسما مسجل في حقوق التأليف في باريس. في باريس. كل ما يعزف يتم، كل ما يعزف يتم يدفع ثمنه لفرنسا، الى درجه انهم ولاو ينكتوا عليه في الوقت هذاك، يقولوا هو يوقف في نشيد يقول: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب فاستعدي وخذي منا الجواب، يعني يتهدد على فرنسا في النشيد ويدفع لها في الواقع دراهم. كل ما يتهدد عليها في النشيد يدفع لها دراهم. فهذه الحاجه اللي خلاته ربما يلجأ إلى حكاية تغيير النشيد بنشيد آخر. وهنا سؤال يتطرح: إذا كان في خلال الثورة سجلوا النشيد، لأن ما كانش الجزائر مستقلة، كانت فرنسا موجودة هنا، وبالتالي حقوق التأليف تابعة لفرنسا، سجلوه هنا وراح مع فرنسا. ممكن شكون اللي سجلوا؟ هل سجلته ثورة؟ اللي هذا هو السؤال المطروح والحلقة المفقودة. هل سجلوا هو؟ يعني سؤال يتطرح: شكون سجل النشيد هذا في حقوق التأليف تاع فرنسا، مع أنه هو تم تلحينه في القاهرة مثلا، وكان المفروض يتسجل في القاهرة ولا يتسجل في تونس، وعليه تسجل؟ هذا هو السؤال المهم. هل لك شهادات أو حقائق؟ ما عنديش معلومات، ولكن المؤكد أنه هو انزعج لما سمع باللي راهو يدفع ثمن الحقوق للفرنسيين في باريس. هو هذه المؤكدة. هذا نغلق القوس.